السلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو هذا يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. المهم، في هاد لا فيديو هذا قررت نهضر على واحد الموضوع اللي داير بوم هاد الايام، واللي حتى هو من الاختصاص ديالي انايا كمصممه. فين بقاو معايا من لا فيديو من الاول حتى الاخر باش آه، تعرفوا علاش انا غادي نهضر. المهم، كنت غندير لكم واحد الموضوع حتى اخر اللي هو تنسيقات شنو تقدروا تنسقوا مع اللون الاصفر، ولكن جاتني هذه الفكره هذه اللي هي انا من الاختصاص ديالي خاصني نهضر عليها، اللي هو مهرجان مراكش. مهرجان مراكش اللي صراحه داير بوم في السوشيال ميديا، وقلت علاش ما نهضرش عليه وعطيت انا الراي ديالي بحكم انني مصممه. طيب الراي ديالي علاش لا. المهم، هاد لا فيديو اللي غندير اليوم ما غنهضرش على كل شيء، غنهضر على الفنانه اللي انا عجبوني اللي عجبوني القفاطن ديالهم واللباس ديالهم. اللي ما عجبونيش وجاوني لا علاقه لا لولا لا مشطه لا مكياج ما عجبنيش صراحه. كل واحد والذوق ديالو، ولكن انا ما عجبنيش. كدبش عليكم، بلا ما تطلع شي وحده تقول لك هكا لا وهذه لا لا. صراحه اللي ما هذوك الناس اللي ما نهضرش عليهم لا علاقه، ما عجبنيش الشكل ديالهم. الشكل باش طلعوا المهرجان ما عجبنيش صراحه الشكل، لا مكياج لا مشطه ديال الشعر لا اللباس اللي لبسوا. المهم، بدا بالاول وحده عجباتني بزاف، وصراحه ما لقيت ما نقول. مكياج والقفطان ديالها كيحمق. اللي هي الاولى اللي عجبتني انا في اول مرتبه اللي هي زينب عبيد. انا صراحه عجبني القفطان ديالها. انا غنخلي لكم كل حاجه غنهضر عليها، غنخلي التصويره ديالها باش غتشوفوا. عجبني الشكل ديال الشعر ديالها، جا هكا مجموع، وعجبني المكياج ديالها، وعجبتني التقشيطه اللي كانت لابسه اللي هو القفطان. حمقني، ما لقيت ما نقول صراحه. الطريقه ديال الشعر ديالها طريقه زوينه، وطريقه المكياج ديالها طريقه زوينه، هي متناسقه مع المكياج ديالها حتى هو متناسق، يعني مطابق مع القفطان ديالها. و لي زيكسيسوار حتى هما مطابقين، وحتى المشطه حتى هي مطابقه. انا صراحه عجبتني بزاف، لا القفطان الاول القفطان الثاني. ندوزو المرتبه الثانيه. انا كتبتهم على فرقه والله الا كتبتهم باش كل وحده في المرتبه ديالها اللي عجبوني صراحه. كتبتهم هنايا باش نبقى عاقله شنو انا غنقول. اللي المرتبه الثانيه اللي هي نورة السقلي. نورة السقلي صراحه داك القفطان زوين ومطرز هكا من اليدين، يعني قفطان تقليدي عجبني بزاف. ولكن عندي واحد الملاحظه صغيره على الشكل ديالها اللي هو الشعر. كيف ما القفطان البنات واللباس التقليدي بصفه عامه، كل واحد والراي ديالو. لكن الراي ديالي الشخصي انا هو يكون الشعر مجموع، ماشي مجموع هكا بحال كدير زينب عبيد. كتكون مشيطه خفيفه، يا اما يكون مطلق وتكون دايره شي مشيطه خفيفه، يا اما كيتجمعوا اللور وكيعطي واحد المنظر زوين صراحه. ما كي القفطان والتكشيطه ما كيجيش معهم الشعر يكون مطلوق سامبل، هي تكون دايره هكا مشيطه خفيفه مع لي زونغليز. المهم ما يكونش مطلوق. وعلى حسب الوجه، كاين الوجه اللي كيجي معاهم الشعر مطلوق. نورة السقلي كيف ما كنعرفوها ديما شعرها مطلوق وزوين تبارك الله ما شاء الله، شعرها غزال. ولكن هذا القفطان هذا بالضبط انا كنت كنتمنى كون شويه جمعاتو بحال الشكل ديال زينب عبيد، كانت غادي تجي زوينه. المرتبه الثالثه اللي هي ابتسام العروسي. ابتسام العروسي جات بهذا القفطان غزال. انا كل فنانه غنهضر عليها غادي نحط لكم التصويره باش تشوفوا
باش تعرفوني علاش شنو من قفطان كنهضروا عليه. يمكن هما كانوا دايرين، يمكن وقيلا جوج اللي داروا النهار الاول والنهار الثاني. المهم قلت لكم انا اللي عجبوني هما اللي هضرت عليهم في هذا الفيديو هذا. اللي ما عجبونيش راني ما هضرتش عليهم. ابتسام العروسي عجبتني المشطه ديالها، عجبني الماكياج ديالها، وعجبني القفطان ديالها جاها كيحمق، والمشطه والماكياج جاو موالمين مع القفطان. القفطان صراحه تيحمق غزال. حتى داك الماكياج دارت حتى هو موالم وجا مواتي مع القفطان. المرتبه الرابعه البنات اللي هي فرح الفاسي. فرح الفاسي عجبني القفطان ديالها الابيض اللي هو تكشيطه، جاتها زوينه بحال شي غوب زوينه بزاف، والماكياج جاها زوين. حتى الشعر عجبني حيت ما دارتوش سامبل هابط، درتو شويه كيرلي، يعني جاها زوين. انا متفقه معها، جاها زوين. المرتبه الخامسه البنات اللي هي رجوة السهلي. عجبني الماكياج ديالها وعجبني شعرها دارتو كيرلي، وعجبني القفطان ديالها جا كلشي متناسق. مهم ما عندي ما نقول في حتى شي حاجه. المرتبه البنات السادسه اللي هي فاتي جمالي جاها حتى هو القفطان، دارت القفطان في الاحمر جاها زوين. عندي واحد الانتقاد صغير اللي هو كون جمعاتو نصيحه، كون جمعاتو شويه اللور كان غادي يجيها احسن من الشعر مطلوق نيشان. كي قلت لكم باللي اللباس التقليدي اغلبيه وخص هي الوجيه ديالها كان غادي يجي معاه مشيطه هكا مطلوقه شي لعيبه بحال هكايا. المهم انا ما غاديش نفهم احسن من الكوافوره. المهم كان غادي تجمعوا ولا تخليه مطلوق وديري شي مشيطه. المهم ما تخليش هكا مطلوق نيشان، كان غادي يجيها احسن. رقم 7 البنات اللي هي كريمه غيث. عجبني الماكياج ديالها، عجبني القفطان ديالها دارتو فاتح وغلقات في الماكياج. انا كيعجبني داك الطريقه، ما كيعجبنيش كلشي مغلوق، كيعجبني تكوني مفتحه من جهه تكوني بحال دابا مثلا كون كان عندها القفطان ديالها كحل او ديك الالوان الغالقه كان غادي تفتح في وجهها، ولكن هي لبست داك القفطان تنقولوا حنا الاصفر بناني بحال اللون ديال البنان، القشور ديال البنان اصفر بناني. جاها زوين وجاوها موالمين الماكياج والقفطان جاها موالم. ولكن واحد الحاجه كي قلت في فاتي جمالي هو كون جمعت شعرها ما عجبنيش صراحه، ما عجبنيش الشعر ديالها بديك الطريقه، كان عليها تشوف شي طريقه اخرى. وكي قلت لكم الكوفه ما عرفش انا احسن منها، يعني غادي دير شي طريقه باش ما يبقاش شعرها هكاك هابط نيشان. مهم الشعر ديالها اللي ما عجبنيش. القفطان والماكياج ولي زيكسيسوار حتى هما جاوها زوينين. جهال الكاديري حتى هي عجبتني الاطلاله ديالها بالنسبه للشعر زوين، التكشطه جاتها زوينه، والماكياج حتى هو جاها كيحمق. حتى هي عجبتني الاطلاله ديالها بزاف. المرتبه الاخيره البنات اللي هي مرات ياسين احجام اللي ما عارفاش شنو سميتها. عجبتني القفطان ديالها، جا قفطان بسيط والماكياج خفيف بزاف والشعر تاو. غير هي واحد ملاحظه صغيره، كون بدلت الشكل ديال الماكياج كان غادي يجيها احسن، حيت الماكياج خفات بزاف. المهم كون غير شويه دارت حتى من داك الماكياج كان غيجيها احسن. وبالنسبه لشعرها جاها زوين. انا اللي على حسب الوجه، شي الوجه هو اللي تيعطيك النظره. كتشوفي واحد الانسان يقدر يجي معاه الشعر عفوا يقدر يجيه معاه الشعر عاد يعني مطلوق، ويقدر يجي شعر
مجموعه. انا الشوفه اللي كنشوف كنعرف واش غادي يجي معها المطلق ولا غادي يجي معها هكا مجموع اللور. صراحه جاها زوين، صراحه جاها مطلق جاها زوين، ومع ديك القفيطين جاها سامبل. ولكن انايا عندي نصيحه صغيره اللي هو المكياج اللي صراحه ما عجبنيش 100%. كان عليها دير حسن من داك المكياج اللي هي دارت. المهم كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وصراحه انا عطيت الراي ديالي. كي قلت لكم انا ملي كان غير في الشوفه كنقدر نعرف داك الطوره ديال الوجه والملامح شنو يقدروا يجيو معاهم. داكشي علاش قلت علاش لا اللي ما نهضرش على هاد الموضوع هذا. المهم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي نصائح جديده وفي موضوع جديد.